ايه انت مستقبلك بيضيع، نفسك تذاكر ومش عارف تذاكر، كل ما تمسك الكتاب ما تقدرش تذاكر، ما تقدرش تكمل، كل شويه الشيطان يلعب في دماغك. ادخل شوف الفيس، شوف الواتس، في ماتش كوره ومش عارف ايه عايز اشوفه. حلك عندنا. انت كل ما تيجي تذاكري برضه مش عارفه تذاكري، مستقبلك بيضيع منك، الامتحانات خلاص قربت مش عارفه تعملي ايه. حلك عندنا مش كل شويه طب في شيف بتاع يا جمال يا جماله ده منزل اكله جديده هدخل اشوفها، والحاجات ديت مش عارفه تذاكري، حلك عندنا. السلام عليكم. طبعا بغض النظر عن المقدمة الجميلة اللي عملها أحمد، بس هو لخص كل المشاكل اللي بتقابل كل الطلبة، سواء طلبة ثانوي أو طلبة جامعة أو الطلبة عامة في العالم كله، وهي التسويف أو التأجيل. يبقى عندي حاجة مهمة عايز أعملها، أجي بعد كده ألاقي نفسي بعمل أي حاجة تانية، أقعد على الفيس أو زي ما قال أحمد بالظبط. فالفكرة هنا احنا هنمسك المشكلة من طريقة عقلية، وهي انك عقلك اول ما بتيجي تبدأ في حاجة بيبدأ يفكرك بكل المتاعب او الاجهاد اللي انت هتعمله، فطبيعة العقل بيجي محول لحاجة دايما تحسسه بالراحة او ما يعملش فيها مجهود، زي بقى ان هو يقعد على النت يسمع اغاني، يعمل اي حاجة تبسطه حتى لو سعادة مؤقتة. فعشان نحل المشكلة دي في خطوة عملية وبرنامج هيحل لك كل المشكلة دي، ودي ده أقوى حل موجود دلوقتي، هو برنامج اسمه بومودورو أو برين فوكس. البرنامج ده كل وظيفته ان هو بيدي لك، انت بتحدد التاسك اللي انت عايز تعملها، وبيدي لك 25 دقيقة بيبدأ يعدهم لك، هو متبرمج على كده. 25 دقيقة تركيز بيقفل لك فيهم كل المشتتات زي النت او اي حاجة، وبتيجي تبدأ تركز وبتحط تركيزك كله في المادة اللي انت هتقراها او في الكتاب اللي انت هتذاكره، ولمدة 25 دقيقة. الشرط عشان الحاجة دي تعمل ان في ال 25 دقيقة دول ما يكونش فيه اي مشتتات بالنسبة لك، عشان تقدر تركز وتستفيد اقصى استفادة، لان 25 دقيقة هي اقصى مدة احسن حاجة للعقل انه يبدأ يركز فيها. بعد ما تخلصوا من البرنامج بيبدأ يرن ويديك حاجة انك خلاص كده خلصت المهمة، بتاخد 5 دقايق بريك او مكافأة لنفسك على اللي انت عملته، وبيبدأ على الاساس ده بقى تخش المطبخ تعمل اي حاجة تشربها، تخش تاكل شوكولاتة، تشغل اغنية، تسمع اغاني شعب، المهم تعمل اي حاجة تعمل شويه بريك لعقلك عشان تريح، زي بالظبط الصاله الرياضيه، بس تخيلها في عقلك ان انت بتشيل اوزان وبتلعب لمده 25 دقيقه وبتريح لمده 5 دقائق. البرنامج ده قوي جدا ومفيد جدا جدا، استخدموه، هتلاقي اللينك بتاعه في الفيديو ان شاء الله، وبالتوفيق للجميع، شكرا.